هلو بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعت لكم فيديو حلو راح تستمتعون بيه. وين اني؟ من يعرف هذا المكان؟ هذا طريق بغداد جديدة. الله، ايش قد احب الطريق من بغداد جديدة. وهنا أنا القهوة مالتي لازم تكون بحديقة اهلي وحدي، ودا استمتع بالقهوة مالتي. قلت خل اصور لكم مقتطفات الزرع مال اخويا اللي دائما ايده بيها، بس هاي الفترة تاركها وهاملها. ان شاء الله يسمع الفيديو ويرجع. ولو هو خطية صار عنده حساسية، فمدى يتقبل انه الشمس والحرارة مو زين عليه. مهم، هنا الغدا دولمة، ولازم ورا الغدا نسوي مشوار حلو. وين؟ بسنتر حيقور. شوفوا بنات، أنا صورت لكم مقتطفات كلش بسيطة، هواية أنا مصورة، بس ما أعرف ليش ما نزل كل الفيديو. المهم هنا أنا أختي كانت محتاجة شغلة كلش بسيطات فاخذتها. زين، وأني هماتين أخذت كم شغلة قبلها بيوم، أني وماما وأختي الصغير هماتين أخذت. أي هنا أشياء مال رمضان، وهاي السلات، وأني أعشق الأشياء الخشبية. لازم أرجع لبيتي، لمملكتي، شغلاتي، التصويري، الكل شي وكلا شي. والله كلش مشتاقة لكم ومشتاقة أصور. زين، فقلت شنو أصور لكم. أصور الشغلات اللي جبتها من هناك، مو كلها طبعا لا، بس اللي سويت عليها ترتيب. أولا هاي السلة مال الزرع أخذتها سعر كلش مناسب ب3. وهذه البرطمان أو حافظات احنا نسميها بالعراق، بس يعني شو اقول لكم، الكواليتي مالتها كلش عالي وسعرها كلش مناسب. قطعة على 1000. اخذت 2. طبعا على اساس اخلي بيها القهوة والمبيض مالته، بس ما اعرف القطع مال المكيالة ما صارت عليها، فقلت راح اخليها هسه هنا واشوف شنو اخلي بيها. هاي الاكواب الحلوة قبل فترة شوفتكم اياها مال بالا. هذه مال العسل، طبعا لساتني ما مشتري العسل، انتظر زوجي هو دائما يجيب العسل الاصلي. وهذول القياسات ان شاء الله يكون حلو هذا الرف. ولو بعدين غيرت الاشياء، اني يومية اسوي تغيير، ماكو يوم ماكو بتغيير. اي هذا الكوب الحلو، طبعا ماما جابت الشهودة، جابت لها كمية على مود ترسم عليها صديقاتها. وهذه المسبحة، فلازم اني اخذ كوب من عندها او مج. خليته هنا، قلت لها انطيني اياه ومن تحتاجيه انطيك اياه. شوفوا هذول المكيالات اللي قلت لكم عليها ما صارت على هذه العلبة، يعني ما تتطبق، فخليته هنا، قلت من احتاجهم استخدمهم. احجولي، كتبولي بالتعليقات مثل ما تكتبولي وتحفزوني دائما. كتبولي اريد فيديوهات حلوة. طبعا عاشت ايديكم على تعليقاتكم الحلوة يا حبايبي انتو، والله العظيم انا كلش ممتنة لكم، كلش ممتنة لكم على تعليقاتكم وعلى تحفيزكم الي. واشكر كل بنية تدخل لي على الانستغرام وتسأل علي. اشكر كل البنات اللي سألوا علي. احبكم كوميات، والله انتو صدق خواتي، الله شاهد. يعني ما اعرف شو اقول الصراحة، كلش احبكم والله، واحب تعليقكم، واحب دائما دائما تحفزوني. اقوم اسوي فيديو واغير ان شاء الله. ان شاء الله هاي الفترة يعني ناس جايتكم بقوة، تعرفون يعني شهر رمضان قرب علينا، ولازم نسوي ترتيبات وتفريزات وكل شو كلاشي ان شاء الله يا ربي. ولو هي العطلة حتخلص، بس يلا ما يخالف.
هاي المكيالات كل ما اروح اجيب واحدة استفاد من عندهم، على مود ان شاء الله من اسوي شغلات البهارات والهذي خليهم بالعلب. ومن كنت ببيت اهلي رحت ويا اخويا، شفت عنده شاي مال فواكه وحبيت اجربه، وجاب لي هذا الباكيت وقلت له خلي اجربه واشوفه على مود اذا زين اجيب من عنده. تشوفون هاي بشكلاتي هنا، هاي العلب مخلي بيها شغلات مثلا مال حلويات وهاي مقبقتها. وهذولا الأكريليك شوية صاير بيهم فطور، بس صراحة ما ذبيتهم، خليت بيهم هذه الأظرف. جربت الشاي اللي بالليمون كلش طيب، حبيته الصراحة، فإن شاء الله راح أجرب هذولا وأقول لكم شنو الاستفادة مالتها، يعني أقرأ عنها وأنزل لكم. هواية بيها فوائد يعني، طبعا مو بس تشربوها وها هي، لا بيها فوائد حلوة. إن شاء الله يا ربي تسمعون الصوت وتخلوا لي لايك واشتراك وتفعيل الجرس أهم شي. إن شاء الله على مود من نهار رمضان صايرة أريدكم تسوون يعني شير لصديقاتكم لأهلكم على مود يشوفون الفيديو. هنا أقول لكم